السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحه وفي اسعد حال دايما يا رب. احب ارحب بيكم قوي واشكركم جدا على تفاعلكم ودعمكم مع القناه واللايك والشير. وسعيده جدا بكومنتاتكم على الرسائل. طبعا بنرحب بكل المتابعين الجداد وبقول لكم نورتوني، واتمنى برضو ان انا اشوف تفاعلكم على الرسائل واشوف تعليقاتكم وتعملوا لايك وشير كتير عشان تدعموا القناه وتكبروا اسرتنا الصغيره. اما بقى رسالة النهاردة فهي رسالة فيها مشاعر حب كتير قوي، وفيها مشاعر شوق ولهفة وحنين، وحبيب مشتاق جدا لحبيبته، لكن عنده شرط علشان يرجع لها. الشرط ده هو اساسا كان نقطة الخلاف ما بينهم وبين الحبيب والحبيبة، وهو كان السبب في ان الحبيب ياخد خطوة لورا ويرجع عن قراره في الارتباط بحبيبته، وان هو يبعد عنها. ولكن بسبب حبه الشديد ليها وتعلقه بيها، وان هي وحشته قوي وشايف ان البعد تعبه واكيد تعبها هي كمان، وان مش عارف يلاقي نفسه من غيرها ولا عارف يلاقي حد تاني يقدر يديله نفس المشاعر ولا يحس معاه بنفس الاحاسيس اللي كان بيحسها مع حبيبته، لان هو فعلا بيحبها بجد وحب صادق جدا. قرر ان هو يعرض عليها فرصة للرجوع مرة تانية، ولكن حاطط شرط للرجوع ده، وده علشان يقيم مدى حبها ليه ويعرف هل هي فعلا كانت بتقاسي في البعد وكانت مش مبسوطة زي ما هو كمان كان مش مبسوط، ولا هي عادي عايشة حياتها والبعد اصلا ما فرقش معاها في حاجة ولا اثر معاها في اي شيء. شايف ان هي كده تبقى سعيدة من غيره، ووجوده في حياتها مش فارق معاه، فوقتها هيعيد حساباته تاني. فياريت الحبيبة اللي متوجه لها الرسالة تحاول تركز قوي في كل حرف من حروف الرسالة علشان تحسم قرارها وتشوف هل فعلا هتقدر تكمل حياتها من غير حبيبها، ولا هتوافق على شرطه وترجع له. يلا بينا نسمع الرسالة. الرسالة على لسان الحبيب بيقول: بحبك، بحبك قوي وانتي عارفة كويس جدا ان انا بحبك ومتأكدة من مشاعري ناحيتك، وعارفة ان انا مش بتاع كلام وخلاص. انا مش شخص صغير ولا بياع كلام بقول كلام وانا مش فارق معايا معناه او مش قاصد كل حرف فيه. انا حبيتك بجد واخترتك انتي دونا عن ناس كتير. وحقيقة مش انا اللي اخترتك، قلبي اللي اختارك. لان الانسان لما بيحب بقلبه، ممكن عقله يوافق او يرفض، لكن في النهاية القرار الأول والأخير بيكون للقلب، لأن القلب هو اللي بيحس باللي قدامه، وأول ما بيشوفه كده ويحس إن هو ده حبيبه نصه التاني بيدق وبيحس بإحساس كده زي المغناطيس، وكأن قلبه بيقوله أيوة هو ده، هو ده اللي أنا محتاجه علشان أعرف أدق كويس، عشان أعرف أضخ الدم، علشان أعرف أكمل حياتي. هو ده الشخص اللي احنا هنعرف نكون سعداء معاه. ده بالظبط اللي حصل لي أول ما شفتك، قلبي اتشدلك وما بقيتش عارف أنزل عيني من عليكي، وحبيتك كتير قوي، وحبيتك في صمت، لحد ما قررت ان انا اقولك وبوحلك بحبي ده، وجيت لحد عندك وقلتلك ان انا بحبك واعترفتلك بحبي وبمشاعري ناحيتك، وانتي وقتها رحبتي جدا واعترفتيلي ان انتي برضو اول ما شفتيني اتشدتيلي واعجبتي بيا، بس طبعا كنتي مستنياني انا اللي اقول الاول، كنتي مستنيه الخطوه الاولى تكون مني، ودي حاجه طبيعيه في اي ست. بس اللي حصل بعد كده ان انا لقيت ان انتي عندك اولويات تانية انا ما كنتش من ضمنها. كنا بنتناقش كتير، كنا بنختلف اكتر ما نتفق. انا بحبك ومعجب بيكي وعندك صفات كتير جدا تخليكي انتي الحبيبة المثالية بالنسبة لي، الزوجة اللي انا بحلم بيها، لكن برضو عندك يعني بعض العيوب اللي انا شايفها مش عارف اتعايش معاها، مش ممكن اتصالح معاها. آه، عندك ان انت بتحبي تسمعي صوتك بس، ما بتحبيش حد يقولك لا انت غلط، او يراجعك في حاجة ويقولك ان دي ما تنفعش. وحتى لو انت عندك
احساس او ابتديتي تشكي لا ان رأي اللي قدامك صح، بتكبري تعترفي بده وبتصري تكملي على موقفك لمجرد ان ما يطلعش شكلك وحش وان انت يبان ان انت اخترتي اختيار غلط. يعني بتعندي في حاجات ما ينفعش تعندي معايا فيها. احنا المفروض مش في حرب، احنا اتنين بنكمل بعض. بس لما الموضوع يوصل ان هو اكلمك في حاجة يعني اللي تكون السبب في ان احنا نسيب بعض او نكمل مع بعض، فتختاري بكل سهولة انك تتخلي عني وعن حبي، يبقى في حاجة غلط. في حاجة غلط، وكويس قوي انه حصل كده علشان يا نصلحها يا اما فعلا نفضها سيرة زي ما انتي قلتي. واللي حصل وقتها ان احنا قررنا ان احنا نفضها سيرة وكل واحد يروح لحاله. وانتي بعدتي وشفتي حياتك وانا بعدت وحاولت اشوف حياتي، لكن للأسف ما قدرتش اعيش من غيرك. وحسيت فعلا ان حاجة كبيرة قوي نقصاني في الفترة اللي فاتت دي. ما اكدبش عليك، انا حاولت انسى واتعامل واعيش مع حد تاني واشوف اقابل ناس والخم نفسي في الشغل وفي زحمة الشغل، وحاولت ان انا اسيب قلبي يشوف حياته، يشوف حد يحبه. حاولت ان انا احب حد، حاولت ان انا ادور على مواصفات شبهك، لكن اكتشفت ان مش عارف انساكي. مهما قابلت من بنات شكلهم عامل ازاي، ثقافتهم، ذكائهم، لباقتهم، كنت مجرد ما اتعامل مع واحدة صورتك انتي اللي بتيجي قدامي، فابتدي الاقي نفسي مش شايف اللي قدامي اصلا. ما بتعاملش على انها الانسانة اللي معايا، بتعامل معاها على انها انتي. طبعا ما فيش واحدة قبلت ده على كرامتها. فقررت ان انا ابطل محاولات، علشان المحاولات واضح ان كان محاولة الانكار كانت بتأكد حبي ليكي اكتر، وكانت بتخليني فاكرك اكتر، وصعب ان انا انساكي وابعد عنك. وبعد كده توصلت لا ده انا تعبان بجد وفي مشكلة لازم اعترف بيها، وانكارها مش هيفيد. ولقيت ان البعد مفادنيش، بالعكس ده تعبني اكتر. مش عارف انساكي، مش عارف ابطل احبك، بدور عليكي في كل واحدة بقابلها. عشان كده قررت دلوقتي ان انا اجيلك وللمرة الاخيرة، رغم ان ده انا شايفه ان انا كده عملت حاجة انا عارف كويس قوي ان مفيش منها رجا. عارف رأيك، عارف قرارك هيكون ايه، بس قلت احاول محاولة اخيرة عشان مفيش ما يجيش يوم عليا واقول يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت حاولت مرة كمان، يا ريتني كنت عرضت فرصة كمان. لان انا عارف هيكون رأيك ايه. بصي، لو انتي فعلا لسه بتحبيني، ولو انتي باقية عليا ولسه ليا اي معزة عندك، وعانيتي اللي انا عانيته، لان انا برضو عارف ان انتي لحد دلوقتي ما ارتبطتيش باي حد ولا في حد دخل حياتك، فلو السبب في عدم ارتباطك ده انا، وان انا لسه في بالك ولسه في قلبك وبتفكري فيا زي ما انا بفكر فيكي، فياريت تقفي مع نفسك وقفة صريحة كده زي اللي انا وقفتها مع نفسي، وتشوفي هل انا استاهل انك تجربي مرة كمان عشاني؟ هل انا استاهل انك تفكري في العرض بتاعي وتشوفي هل اللي طلبته منك غلط ولا لا؟ تبصي بوجهة نظر حيادية، تبصي بعيدا عن العند والمكابرة اللي انت طول الوقت بتمارسيها. وانا بجدد طلبي ان احنا نكون مع بعض، وان احنا نرجع تاني لحياتنا ونكون سوا ونكمل احلامنا سوا، بس من غير وجود صاحبتك دي في حياتنا. لان انتي عارفة ان صاحبتك دي اللي انتي مقرباها منك وشاركاها في كل تفاصيلنا وبتحكي لها على ادق الحاجات الصغيرة والتفاصيل اللي بتحصل ما بيننا، هي سبب رئيسي في المشاكل بتاعتنا. وصدقيني دي مش بتحبك، ودي شخصية مش كويسة، شخصية بتحاول تستفيد منك على قد ما تقدر. وصدقيني
صاحبتك دي اللي انت متمسكة بيها قوي وفضلتيها هي على علاقتنا احنا وعلى حبي ليكي اللي انت عارفة هو قد ايه، واللي انا عارف برضو ان انت بتحبيني زي ما انا ما بحبك، فضلتي ان هي تفضل في حياتك وان هي تفضل جنبك على ان انا ابعد. تأكدي لو كانت هي اتحطت في نفس الموقف اللي انت اتحطيتي فيه ده او موقف اقل بكتير بس هي هتكون مستفيدة فيه، تأكدي ان هي كانت بعتك عادي، كانت قالت وماله ما نبعد عن بعض عادي، وكانت هتفضل مصلحتها على مصلحتك، كانت هتفضل مصلحتها على انك تفضلي معاها. في حين ان انا وريتك اكتر من موقف معايا وكشفتها لك في اكتر من مرة في تصرفاتها ان هي ما عندهاش مبادئ، ان هي واحدة بتاعت مصلحتها. وبعدين انت عارفة انها سبق وخانت صاحبة ليكوا قبل كده، وحاولت تلف على خطيبها ودخلت معاه في علاقة وخلته ان هو يسيبها، وكانت صاحبتها وقريبة منها زيك انت ما انت قريبة منها دلوقتي. اراهنك ان انا لو حاولت ورحت لها وعرضت عليها عرض دلوقتي انها تبعد عنك وان انا وهي نرتبط، صدقيني مش هتفكر ثانية وهتقولي تمام وامين وانا معاك. لكن طبعا انتي رافضة تشوفي كل ده، فانا بقولك حافظي على علاقتنا للمرة الاخيرة، واقطعي علاقتك بالشخصية دي. الشخصية دي شخصية مريضة عايشة على بتتغذى على ألم اللي حواليها، تعرف أخبارك وتعرف أخباري وأخبار فلان وفلانة، وتحاول تشوف هتوقع ما بينهم ازاي عشان تطلع مستفيدة. مش عايزة تشوف نفسها هي بس اللي فاشلة، لا ده كل اللي حواليها فاشلين. لا هي مش خاينة، ما عادي اي حد ممكن يخون، دي مش بتحبك، مش باقية عليكي، وشخصية اتعرفت وسط الناس كلها انها دي حد مش كويس، فاللي بيمشي معاها بيبقى زيها بالظبط. وانا ما اقبلش ان انتي حد يشوفك يبصلك البصة دي، مش عايز الناس تبصلك نفس البصة اللي هما بيبصوها لها. يا ريت تفهمي ده، يا ريت تفتحي مخك شوية وتصدقيني. وبصي انا بقولها لك للمره الاخيره، انا راجع لك دلوقتي لان انت فعلا وحشتيني، وانا فعلا مش قادر افضل بعيد عنك، ومش عارف استغنى عن حبك، وفي نفس الوقت مش عارف ولا يمكن هعرف اتعايش مع حبنا وعلاقتنا الطبيعيه، وانا عارف ان في شيطان ما بيني وما بينك. الانسانه دي شيطانه مش انسانه طبيعيه، طول ما دي موجوده في حياتك فطبيعي موجوده في حياتي فهتعمل لنا مشاكل. فلو انت باقيه على اللي بينا وشايفه اللي بينا يستاهل، وانك انت بتحبيني بجد ولسه عايزانا نكون سوا، يا ريت تقطعي علاقتك بالشخصيه دي. ولو قطعتي علاقتك بيها دلوقتي صدقيني انا هكون على استعداد ان احنا نتجوز من بكره الصبح. ففكري وعرفيني قرارك، وعرفي بجد ان انا بعمل كده علشان انا بحبك وباقي عليكي، ومش عارف ابدا افضل بعيد عنك، وشايفه ان انا مقصر في حقك لو انا بعيد، ومش عارف احب حد غيرك لان ما ينفعش احب حد غيرك. مشاعر الحب الحقيقية انا عرفتها معاكي وعشتها معاكي، ومش حابب اعيش كل اللي ما بيننا ده مع حد تاني، لان مش هينفع، مش هقدر. نفسي ارجع انا وانتي مع بعض زي زمان، اكلمك في اي وقت، اشوفك في اي وقت، احكي لك كل تفاصيل يومي، اعرف كل تفاصيل يومك، بس ما يبقاش في شطانة تحاول تطلع من التفاصيل دي تفاصيل تانية تلعب في دماغك بيها، وتخلي الدنيا ما بيننا فيها مشاكل وخناق وزعل. فاكرة اما كنا بنزعل اكتر ما بنتصالح؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ يعني فاكرة كنت قد ايه لما باجي بوريكي ان هي عاملة ايه وهي السبب في حاجات، وساعات كانت بتنقلي اخبار عنك انتي اصلا غلط عشان تزعلني منك وتخليني اتخانق معاكي. يعني اكيد كل الكلام ده انتي مش محتاجة مني ان انا اعرفهولك. عشان كده بقولك صدقيني ان دي الفرصة الاخيرة ليا انا وانتي، ان احنا نحاول نحافظ على حبنا ونكمل علاقتنا. آه زي ما انا لقيت ان في اشخاص بتحاول تأذيكي وتأذيني في علاقتنا بيكي، في علاقتي بيكي رحت قطعت علاقتي بيهم فورا من غير تفكير ومن غير ما اصلا اخلي الموضوع محل نقاش بيني وبينك، لان انا حاطط علاقتنا وحبنا اولوية. انتي مش عاملة كده، فياريت تراجعي نفسك للمرة الاخيرة وحافظي على حبنا، وادينا فرصة ان احنا نعيش سوا في سعادة، لان انا عمري ابدا
ما هعرف احب حد زي ما حبيتك، ومتأكد ان عمرك ما هتلاقي حد يحبك قد ما انا ما بحبك، وقد ما انا نفسي لسه اديكي مشاعر واحاسيس وفرح وسعادة. فكري وقرري، وانا موجود، وايا كان قرارك انا هحترمه. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة، رسالة من حبيب بيحب حبيبته، وواضح ان هو بيحبها جدا، وباقي على اللي بينهم جدا جدا جدا. واضح برضو انها عنيدة، وزي ما هو ما بيقول مش حاطة علاقتهم أولوية بالنسبة لها، فهو مديها فرصة، واجب عليها تستغلها. وفعلا لو في من قريب منها صديقة مش مخلصة ليها، مش وفية، ما بتفيدهاش على قد ما بتأذيها، بتفكر في مصلحتها وبس، وأنانية، وليها سوابق في الغدر وفي الخيانة، فمش هي دي الصحبة اللي انتي تبكي عليها او آه تفضلي باقي على علاقتك بيها، وتقرري انك تخسري حبك الكبير وحد بيحبك قوي، وباقي على علاقتك وباقي على حبك بالشكل ده علشانها. لانك انت حتى لو شايفة ان ده صح دلوقتي، قدام هتندمي. الحب الحقيقي مش بنقابله في حياتنا كل يوم، وفي ناس بتعيش وبتموت وهي بتدور على حد يحبها بجد. فياريت تستغلي الفرصة كويس، وتفكري بجد وقرري. ولو كلامه حقيقي عن صاحبتك دي، طبعا تخلي عنها فورا. اما بقى لو هو بيحور والكلام ده مش حقيقي، معنى كده انه هو لا يؤتمن. اكيد انتي ادرى واحدة بحبيبك، وعارفة اذا كان كلامه صادق ولا كذاب، اذا كان هو بيتكلم بجد ولا بيحور. احنا ما علينا غير ان احنا بنوصل الرسالة، وسايبلك حرية الاختيار. وانتي ادرى بحبيبك، وادرى بظروفك وبصاحبتك. كل العوامل قدامك، والوقت قدامك محدود. فكري وقرري. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهاردة. نتمنى السعادة لكل الحبيبين، وربنا يجمع كل القلوب في سعادة وفي خير وفي حب وفي سلام. لكم سلام عليكم، واستنوني مع رسالة حب جديدة.